اوعى تكون ما شفتش اجمد اعلان في رمضان السنه دي. الحمد لله والشكر لله، ربنا كرمني وكنت مدير حمله جمعيه الباقيات الصالحات بتاعه الدكتور عبله الكحلاوي السنه دي للسنه الثانيه لمرضى الالزهايمر. ولما بقول اجمد اعلان ده مش كلامي، ده كلام معالي وزيره التضامن الاجتماعي دكتوره مايا مرسي على صفحتها على فيسبوك. الحمله كان فيها اوت دور، سواء ديجيتال سكرينز او بيلبوردز في شوارع وكباري مصر، بارتيشنز في المولات، اس ام اس باستخدام الاي اي علشان ما نهدرش اس ام اس لناس مش مهتمه، وطبعا شغل سوشيال ميديا على اعلى مستوى مع شركه تارجت سوليوشن. بس المهم بقى الاعلان اللي عمل بوم السنه دي، اللي اتبرع فيه الفنان الجميل حماده هلال بصوته، وابدع فيه طبعا مخرجنا الجميل خالد ابو غريب للسنه الثانيه، وطبعا ساعدتنا فيها شركه 515 ميديا وبروجريسيف في الانتاج عشان نطلع عمل درامي جميل جدا. عشان كده بدعوكم السنه دي صدقاتكم زكاتكم تبقى لجمعيه الباقيات الصالحات دكتور عبله الكحلاوي لمرضى الالزهايمر، لان ده تقريبا المكان الوحيد اللي في مصر اللي بيرعى اهالينا من مرضى الالزهايمر بطريقه علميه حقيقيه. تقدر تتبرع على انستا باي، على فوري، فودافون كاش، او دايركت على طبعا الموقع الالكتروني بتاعنا، او عن طريق الهوت لاين 16955 علشان المندوب يوصل لك. وما تنسوش جمعيه الدكتور عبله الكحلاوي للالزهايمر، احنا السند.